فضيحة كبرى بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا الشيء اللي دار مؤخرا بخصوص الفضيحة ديال امتحان مزاولة مهنة المحاماة. مؤسسة الوسيط تدين بشكل مباشر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومن كنقولوا تدين فهي تؤكد شبهة الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة اللي دار في شهر 11 من السنة المنصرمة. كالدين كذلك جميع الناس اللي كينتميوا للجنة المنظمة. من كنقولوا اللجنة كنهضروا على شخصيات كبار في المغرب كيمثلوا مجموعة من المؤسسات سواء كانت قضائية ولا عندها ارتباط بالقضاء اللي شرفت على الامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. ومنين كنقول بأن مؤسسة الوسيط تدين كل هؤلاء فهذا يعني أن هاد الناس هادو خصهم يتحاسبوا. عبد اللطيف وهبي ما خصوش يبقى تماك، بل أكثر من ذلك خصو يمشي للحبس. السياسة اللي كدار في المغرب هي سياسة العكر على الخنونة. هاد الناس هادو منين شافوا راسهم بلي أنهم تفضحوا بغاو يلقاو واحد الحل الوسط. شنو هو الحل الوسط؟ لا عبد اللطيف وهبي غيتحاسب، لا الناس الاخرين اللي متورطين في هذه الفضيحه هذه غيتحاسبوا، وفي المقابل دوك المرصبين غنعطيو لهم واحد الحل الوسط اللي هو يدير واحد الامتحان وكذا ونحرصوا على هذا وهذا ومريضنا ما عنده بس. الهيئات ديال المحامين اللي قررت في الوقيته ديال الفضيحه انها تشد فمها وما تهضرش، اليوم كتنزل كتقول لا ما خصهمش يديروا امتحانات وما شاورتوا حد وما هضرتوا مع حد وهذا الشيء راه ماشي معقول وحتى هما كيحتجوا وكذا وكذا وكذا. هاد الناس هادو بغينا غير نفهموا واش بغيتوا تحتكروا المهنه، واش بغيتوا فقط ولادكم هما اللي فوتوا، لانه في الامتحان اللي فات شفنا عدد ديال الاسماء اللي بواتهم محاميين، بواتهم نقابه، بواتهم فلان وفلان. واش هذا هو اللي باغي يكون في المغرب ولا شنو؟ فعلا كاين مشكل البطاله في المغرب، فعلا كاين مشكل في كسميتو في المحاماه، كاين مشكل ديال الاعداد كبيره جدا، ولكن في المقابل المشكل ديالكم راه ماشي مع المحاميين، ماشي مع الخريجين ديال الجامعات، المشكل ديالكم مع الدوله وخصكم تصفيوه مع الدوله ماشي على ظهر شي واحد اخر. السلام عليكم، تحيه للجميع. هذه الحلقه هذه غادي نناقشوا فيها واحد الموضوع مهم جدا، كيفاش أن مؤسسة الوسيط تدين وزير العدل بشكل أساسي، وكيفاش أن مؤسسة الوسيط كتحمل المسؤولية لعبد اللطيف وهبي إلا ما كانش بشكل مباشر فممكن يتفهم بشكل غير مباشر. وبزاف ديال الناس فهموا هذه الفهمة هذه وقالوا بلي أن مؤسسة الوسيط تؤكد شبهة الخروقات. دابا منين واحد المؤسسه دستوريه مستقله معروفه في المغرب كنقولوا بلي انها معروفه بالنزاهه ديالها، واي واحد عنده مشكل مع الاداره في المغرب ولا مع شي المهم شي اداره كيمشي لها كيدي حقه، هادشي اللي سامعنا. الا شي واحد عنده شي معطى مغاير يقولوا لي في التعليقات. هذه المؤسسه هذه شنو بغات دير؟ تشكر، هي تشكر لان في المغرب الا ما قنعتيش بالخبزه غادي تقنع بنصها، وهذا هو المنطق اللي دار مع مؤسسة الوسيط. هذه المؤسسة هذه جابت واحد الحل الوسط، هو حل لا ضد المرصبين بشكل مباشر ولا ضد الوزير ومن لفه، هو حل وسط ولكن كيميل بزاف للمؤسسة ديال وزير العدل والناس اللي كانوا قائمين على الامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. علاش؟ لأن المطالب الأساسية ديالنا شنو هي؟ المطالب ديال الأساسية ديال المرصبين هي فتح تحقيق نزيه تحت إشراف الجهات المعنية، وخصنا النتائج. منين كنقولوا بلي أنه كاين خروقات خص في المقابل شنو خص يكون؟ خص يكون حساب، خص يكون عقاب، خص الناس اللي ثبت تورطهم في هذه المهزلة خصهم يتحاسبوا. على سبيل المثال وزير العدل خصو يمشي للحبس ولا يقدم على الاقل الاستقاله ديالو او يتم الاقاله ديالو، ولكن شنو النتيجه؟ النتيجه هي انه لا غيديروا امتحانات في الوقيته ديال المهم في شهر 10، ودوك الامتحانات غادي يكونوا امتحانات نزيهين. يعني ملي كتقول لي بلي انه في شهر 10 غادي ندير واحد الامتحان، هذا الامتحان هذا غيكون امتحان متوفر فيه جميع الشروط وغادي نسهروا على انه كذا وكذا، يعني الامتحان الاخر راه ما كانش فيه هذا الشيء، يعني الامتحان الاخر فعلا كان فيه خروقات. وبالتالي السؤال المطروح علاش ما نربطوش المسؤوليه بالمحاسبه؟ كاين مسؤوليه كاين مسؤوليه على الخروقات،
علاش ما يتمش التحديد ديال شكون هما المسؤولين على هاد الفضيحه هذه، باش دوك المسؤولين يتحاسبوا، باش الناس الاخرين من غيشوفوا هاد المسؤولين يتحاسبوا ما غاديش يدير بحال هادو. ولكن للاسف الشديد دائما حنا كنقلبوا على الحلول اللي الوزراء ما يمشيوش للحبس، نقلبوا على الحلول اللي المسؤولين ما يمشيوش للحبس. هذا الشيء اللي كيدار في المغرب، وهذا خطأ كبير جدا بصرف النظر عن المجهود اللي دارته مؤسسة الوسيط. علاش كنقول بلي ان مؤسسة الوسيط تدين وزير العدل وتدين القائمين؟ غنعطيكم بلي ديتاي. من كيقول لك في هذه العارضة هذه كيقول لك إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين. المعنى بأن ذاك الامتحان اللي قبل ما كانش فيه لا الاطمئنان لا راحة ولا هم يحزنون. منين كتقول لي بأنه سيتم مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة، ومنين كتقول لي بأن الامتحان الجديد سيخضع لنفس شروط الامتحان القديم، وباللي أنه سيتم منح شواهد الأهلية في واحد الوقت اللي ممكن يتسجلوا حتى مع الناس اللي نجحوا في الامتحان ديال شهر 11 ديال العام اللي فات. يعني بلي أن الامتحان الآخر فيه خروقات، يعني أن الامتحان الآخر راه فيه مشكل وكنحاولوا نعالجوه بواحد الامتحان آخر. علاش ما تقدروش أنكم تحاسبوا الناس اللي داروا هاد الفضيحة؟ هاد الفضيحة راه ما بقاتش مغربية، راه الناس دوك الأعداء ديال الوطن راه كانوا كيروجوا كيقول كيفاش شوفوا البلاد، شوفوا كاين اللي كيسمينا الزريبة، كاين كيقول لنا السيبة، كل واحد شنو كيقول. علاش ما يتمش المحاسبة ديال هاد الناس هادو؟ علاش حنا ما نكونوش بحال الدول الديمقراطية؟ علاش حنا دوك الدول شي واحد غير واحد تعطل غير 4 ساعات على واحد الجلسة وقدم الاستقالة ديالو، كيفشل واحد المشروع بسيط كيقدم الاستقالة ديالو، واحد الوعد ثانوي من الوعود اللي عطاها للشعب ما كيوفيش به كيقدم الاستقالة ديالو. حنا لا، بت الكرسي خصو يديه معاه، ما كرهوش انهم يديه داك الكرسي يديه معاه للدار، ديما خصو يبقى وزير حتى يموت. وما عاد ماشي هذا الشيء، خصو يكون وزير وولادو وزراء والاحفاد ديالو وزراء، هكا كيتوارثوها ابا عن جد. ف صراحة هذا مشكل. وما يزيد الطين بلتان هو أنه كاين هيئات في المغرب اللي من المفروض خصها تدافع عن الحقوق والحريات بحال هيئة المحامين، ولكن للأسف الشديد هي تميل إلى ماذا؟ إلى توريث هذه المهنة وجعلها حكرا على أبناء فلان وفلان وفلان. شوفوا غير شحال باش كتدخل 15 المليون، 10 المليون، 11 المليون، وكاين اللي باغي يرفع كاع يقول لك 20 مليون، 30 مليون. علاش هذا الشيء؟ علاش؟ السؤال المطروح علاش؟ دابا في الجهه ديال العيون، المهم هذه الهيئه هذه غادي تقول لك راه ماشي معقول ان مؤسسه الوسيط تحل المشكل بلا ما تجي عندها، لان منين جلسوا معاهم قالوا لهم باللي حنا غادي نمشيو نتحاوروا بيناتنا ونتشاوروا بيناتنا. عاد مؤسسه الوسيط دارت هذا البلاغ وقالت بلي ان هذا البلاغ هذا زعما ما عجبهمش الحال، المحاميين ما عجبهمش الحال. علاش مؤسسه الوسيط تسرعت ودارت هذا البلاغ وحنا مازال ما رديناش عليهم وما قلنا لهم حتى شي حاجه وما قبلناه ما رفضناه، وداعيين لواحد الاجتماع عاجل طارئ باش انهم يناقشوا في هذا الشيء هذا، وبطبيعه الحال غينزلوا على زعما على هذا الحلول ديال ان الامتحان يدار من جديد. شنو الاسباب ديالهم؟ كتقول لك بلي ان المحاميين كاين بزاف في المغرب. في 2019 قبلوا 4000، وفي 2022 قبلوا 2000، وفي هذا الامتحان ما عرف شحال يقبلوا. فهذا مشكل بالنسبه للمحاميين. علاش؟ لان في المحاماه كل ما كاين بزاف ديال القضايا كيشدهم محامي واحد، الا شد بزاف ديال القضايا كيربح بزاف. ولكن الا كانوا بزاف ديال المحاميين حتى هو فيه المنطق ديال العرض والطلب ما غاديش يستافدوا. داكشي علاش كيديروا هاد اللوبيات، يعني كيحاولوا ما امكن انهم يتوحدوا باش يناضلوا ضد تشغيل الخريجين ديال كلية الحقوق في المهنة ديال المحاماة، وكيحاولوا ما امكن انهم يردوا هذه المهنة هذه ما فيهاش امتحان، فيها مباراة. يقول لك حنا بغينا غير 300 واحد ولا 200 واحد، ماشي بحال الامتحان اللي دا 10 كيفوت كيولي محامي. بطبيعه الحال كيدي الشهاده ديال الاهليه، من بعد كيدير 3 سنين ديال التمرين، عاد كيتم الاختيار ديالو بشكل نهائي.
المهم الرساله باتت واضحه، والحلول الوسطى ما خصنا حلول حقيقيه، وخصنا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. كاين بزاف ديال الناس راهم في السجن تحاسبوا، ما يمكنش نديروا لا هذا معليش هذاك لا خصو يتحاسب. الا كان مبدع راه في السجن حيت تشدوا عليه خروقات، راه حتى هادو خروقات وخص دوك الناس يتحاسبوا. ما غاديش نقول لكم يمشي للسجن يعني 100% ولا كذا، على الاقل يطبق القانون، اللي دار شي حاجه يتحاسب عليها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.